سألنا الناس ال AI ازاي ساعدهم في تطوير شغلهم، والإجابات كانت الاي بيساعدني ان انا اطور الكود بتاعي، بيطبق الديزاين باترن والاو بي، ولو انا محتار ما بين تو ديزاين باترن مختلفين بفتح ثريد مع شات جي بي تي واساله انهي واحد فيهم افضل، فبالتالي ان هو بيساعدني ان انا اطور الكود بتاعي. بنستخدم كوبايلوت مع الفيجوال ستوديو كود، ده بيحسن من الاوتو كومبليت وده بيقلل وقت الديفلوبمنت وبيزود من الانتاجيه. كمان بنستخدم مع شات جي بي تي بيعمل اوبتمايز للكويريز المعقده وده بيحسنها وده بيقلل وقت الاي بي اي وكمان بيزيد من البرفورمانس للمشروع. الاي اي ليه تولز مختلفه بنقدر نستفيد بيها كتستر من السيناريوهات دي، ان احنا نقدر من خلالها في البدايه ان احنا نجهز تيست كيسز بشكل اسرع وبشكل ادق، وفي نفس الوقت عن طريق التولز دي احنا بنقدر نغطي اكبر قدر من السيناريوهات للبيزنس الخاص بيه. الذكاء الاصطناعي بيساعدنا كتير جدا، خصوصا لما نستخدم اداه زي كارسر اي اي او لافابل اي اي. ده بيخليني اتفادى مجهود كبير وبيخليني اتفادى التفاصيل الروتينيه اللي بعملها في البويلر بليت اللي بستخدمها في كل مشاريع. استخدم الاي اي في ان انا اعمل اوتوميت لكل الروتين تاسكس اللي انا بعملها بشكل يومي، بحيث ان انا اوفر اوقات اكبر لمهام مهمه اكتر. كمان من الحاجات المهمه جدا واللي ساعدتنا هنا في الشركه ان احنا زودنا الكلاينت ساتسفاكشن عن طريق ان احنا قدرنا ان احنا نفاليد الريكويرمنت اللي بتجينا من الكلاينتس. بالتالي بدل ما كنا بناخد يوم او 2 أو 3 عشان نطلع بروتوتايب نفاليديت ان ده فعلا الكلاينت محتاجه، دلوقتي باستخدام تولز زي لافابل او بولت بنقدر ان احنا نطلع بروتوتايب سريع نفاليديت بيه الفكره بتاعت الكلاينت، فبالتالي قدرنا ان احنا نسلم الريكويرمنت بشكل اسرع.